الفاتيكان حيعلن قديس جديد. عايش بلبنان. ولد المطران إغناطيوس مالويان سنة 1869 بماردين أرمينيا التاريخية. عمر ال 14 دخل إكليريكية سيد دبزمار ليعمل كاهن. لما ارتسم على 27 سنة ودوه على مصر ليخدم هونيك. بس كان الاضطهاد قوي على المسيحية، وهونيك نهار صار في هجوم على الكنيسة، وكانوا للأسف زيتين القربان المقدس بزبالة. فبيكتب بإحدى رسائله إنه عذابات جهنم يمكن أهين من إن نشوف هالمشهد. سنة 1911 انتخبوه مطران ماردين، وبعد بس 4 سنين استشهد مع 416 مؤمن لأن رفض ينكر إيمانه المسيحي وهويته الأرمنية. قبل استشهاده بكم ساعة طلب إنه يقدس بالصحراء وما كان معه غير كسرة خبز. كان كتير متعبد للقربان المقدس واستشهد نهار خميس الجسد. ب 2001 البابا جان بول II أعلنه طوباوي، وهالسنة ب 19 أكتوبر البابا ليون رح يعلنه قديس. بعد مرة عم نشوف إنه لبنان أرض القديسين. نشكر الله على هالنعمة. هيدا صليب إيده، كلكم مدعوين تجوا على دير سيدة بزمار لتتباركوا منه. سور بإغناطيوس مالويان صلي لأجلنا.